هاد الشاب اللي نهار كامل وهو مع الكروسه ديال الحوت، وفجأة بلا مقدمات الجيران لاحظوا عليه مظهر الثراء وبانوا عليه الفلوس صحيحه. والصدمه هي انه ولا كيقلب على العائلات الفقيره وكيعاونهم بواحد القدر الفلوس اللي خياليه وبطريقه غريبه. هاد الشيء خلى كل شيء يدخل فيه الشك، وبقاو كيتسائلوا كيفاش واحد مسكين شاد كروسه السردين يجمع هاد الفلوس وهاد الثروه كامله في وقت قصير. الشكوك كبرات في الدرب لدرجة شي ناس قرروا ما يسكتوش ومشاو ديريكت عند السلطات باش يبلغوا على هاد اللغز ويطالبوا بفتح تحقيق في هاد الفلوس منين نزلت عليه وهاد الشيء اللي غيوقع. الامن غيبداو يراقبوا التحركات ديالو خطوه بخطوه حتى غيتصدوا بواحد المفاجاه غير متوقعه في الاخير. السلام عليكم الخوت، قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال القصه كنطلب منكم ثانيه من وقتكم. بزاف منكم كيتشكاو بان الفيديوهات ديالي ما كيوصلوش، والحل سهل الاخوان. حاولوا تفاعلوا مع الفيديو، ديروا اعجاب، ديروا تعليق، شاركوا، ديروا بارطاج باش الخوارزميات ديال المنصه تفهم بلي هذا المحتوى كيهمكم وغيبدا يبان لكم ديما. فرجه ممتعه، وقصنا اليوم كتبدا مع العربي اللي كبر وسط الاسره بسيطه وعلى قد الحل بحال كاع الناس الدراوش. عائله العربي كانت مضاربه مع الزمان ومسايره الوقت. الوقيته اللي تزاد فيها كانت بدايه 2001، وفي ديك الوقيته اغلب الدراري الصغار ما كانوش كيكملوا قرايتهم بسبب الظروف الماديه الصعبه. ملي وصل العربي للسن ديال 12 عام شاف بلي والديه محتاجين اللي يعاونهم، وقرر يخرج للزنقه يقلب على حرفات نفعو وتعاونوا. قصد واحد المعلم خياط هضر معاه الاب ديالو وبدا كيتعلم الصنعه تما. وبين نهار وليله لقى راسو وسط الحرفه. بقى العربي متبع الخياطه، ولكن المشكل ان المحل فين كيتعلم بعيد بزاف على الدرب ديالهم الاصلي اللي كبر فيه. لقى راسو وسط واحد الحي مهمش وصعيب، الدرب اللي كل شي غايب فيه على الواعي وما كتشوف فيه لا قدوه لا امل. العربي وهو مازال برهوش وعنده 12 عام كان يوميا كيشوف مشاهد قاصحه في داك الدرب، الصراعات، الكلام النبي، والناس اللي ضايعين في الطريق ديال الادمان. يعني اي واحد بغى يدخل العالم ديال الانحراف داك الدرب هو المدرسه ديالو. العربي في الاول كان كيحس بالخوف والصدمه من هاد الاجواء، ولكن مع مرور الايام وبحكم الاختلاط العلاقه كتكبر وكتطور حتى العربي لقى راسو كيجلس مع الدراري اللي خارجين على الطريق. وما وصل للسن ديال 16 عام حتى كان طاح في الفخ ولا حتى هو مبلي وغارق في هذيك الطريق. وما دازت مده طويله حتى سمح في الحرفه وفي المعلم الخياط، ولا يوميا منوضها مع دارهم بالمشاكل والصداع، وتيدوز وقتو كامل غير في الدوران في الدرب. الامور تطورات حتى هجر والديه بصفه نهائيه، وبقاو عائلته ديما في الهم مشغولين معاه وحاضينه. فين غبرتي؟ مالك على هاد الحاله؟ مع من كتجلس؟ شكون هادو؟ الصداع الراس اللي ما كيساليش. العربي ما بقاش كيتسوق النصائح د عائلته وعزل راسو مع الاصدقاء السوء وطريق الانحراف، حيت كان كيظن بلي تما غيلقى الراحه ديالو وما بقاش باغي اللي يبرزطو بكثره الاسئله والتحقيق. ولا ساكن بوحدو في داك الدرب كاري واحد البيت بسيط في السطح، ولكن باش يوفر الثمن ديال الكرا ويسد المصاريف ديال الادمان ديالو كان ضروري يقلب على مدخول. هادشي اللي خلاه يدير كروسه متجوله يبيع فيها السردين لعل وعسى يتحرك الزهر ديالو. الطريقه ديالو كانت معروفه، كيبدا يخدم حتى يفوت العصر الفوق، وحيت كبر في داك الحي كاع الناس تما ولاو كيعرفوه وحافظين البلان ديالو، ولاو عارفين السيستيم ديالو باللي كيسهر بالليل كله وكيسالي النهار ناعس. الاغلبيه ديال الناس اللي ساكنين في الدرب كانوا كيتقداو من عنده غير كنوع من المساعده والتعاطف وصافي. واخا السمعه ديالو كانت ناقصه، ديما الصداع والمشاكل وحالته تثير الشفقه، ولكن في نفس الوقت الجيران كانوا عارفين بلي ان الدري قلبو بيض واخا غادي في الطريق العوجه، وكان كيحن في الدراوش. اي واحد طلبو كيوقف معاه. الناس كانوا كيقولوا الله يهديه ويصلح حاله، شي نهار غيرجع لطريق الصواب. ولكن الايام بينات شي حوايج اخرين. بقى العربي غادي في داك التهميش والتكرفيس، وتزاد عليه حتى الخمر لدرجه ولا عايش حاله تشرد حقيقيه، والناس فقدوا فيه الامال بمره، وكاع اللي كيهضر عليه كيقول الله يستر وصافي. العشرين الوحيدين اللي بقاو معاه هما اللي مشاركين معاه في نفس الطريق العوجه. واستمر الوضع ديال العربي هكا
حتى جات واحد الليلة بحال كاع الليالي تجمع فيه العربي مع الرفقاء ديالو، وفي ديك الجلسة ناض تناقش مع واحد منهم. هاد الصديق ديالو فجأة وبلا سبب واضح دار في العربي وفرغ فيه كاع الشحنات السلبية والضغط اللي كان فيه، وصدمو بواحد الهضرة قاصحة بزاف. بقى كيعاير فيه وكيقول ليه شوف حالتك فين وصلات، بعيد على الطريق ديال الله، ما كتعرف لا الصلاة لا الدين لا والو، وما عمرك درتي شي حاجة ديال الخير. هاد الكلمات نزلوا على العربي كصاعقة وتعصب بزاف وناط بيناتهم ضربة خايبة. هاد اللحظة كانت نقطة تحول، حيت العربي حس بالإهانة كبيرة ودورها في خاطرو مزيان، وهو غير حبس الدموع بصعوبة. كيفاش إنسان كبر وسط عائلة محترمة والناس مأدبين يرجع في الأخير بحال الجفاف ديال كاع الناس كتمسح فيه رجليه. هاد الموقف أثر في النفسية ديال العربي بزاف، وقرر يرجع عند عائلته في ديك الوقت. الأم ديالو كانت توفات وهو ما فخباروش، وكان غايب عليهم لسنوات. ملي رجع لقى الأب ديالو شيباني وصحته على قد الحال، طلب منه السماحة وقرر يستقر معاه ويعاونو. وفي الحقيقة ملي كتسد في وجهك البيبان، الوالدين هما الوحيدين اللي كيمسحوا كاع الأخطاء ويفتحوا معاك صفحة بيضاء جديدة ويهزوا بيك بحال إلا ما وقع والو. الآب نصحو بكلمات طيبة وقال ليه نعس الشيطان وبدا حياة جديدة ونقي قلبك. وبالفعل العربي تبدل تماما، قطع مع الإدمان والمشاكل ورجع للطريق المستقيم وولا مواظب على الصلاة في المسجد وقاد الأمور ديالو كاملة. ولكن الأقدار كانت أسرع، دازت مدة قصيرة حتى توفى الأب ديالو والعربي لقى راسو وحيد في داك الحي. وهنا قرر يرجع للدرب القديم ديالو يكمل الخدمة ديال الكروسة، حيت تما عنده الكليان والناس ولاو كيحترموه حيت شافوه تبدل. ملي رجع أصحاب السوق والجيران تصدموا من داك التغيير الجذري اللي وقع ليه. السيد اللي ما كانش كيقرب للجامع ومواظب على الصلوات كلها. وهنا فين كاين المشكلة الإخوان، الناس ملي كتاخد عليك فكرة قديمة كتبقى ديك الصورة لاصقة فيك واخا تبدل. العربي ما بقاش كيتسوق الهضرة ديال البشر، ركز في حياته الجديدة وقطع الصلة بكاع الناس السلبية. دازت مدة طويلة والناس بداو كينساو الماضي ديالو، حتى لاحظوا عليه واحد السلوك غريب جدا. العربي ولا كيتصدق بالمبالغ مالية ضخمة ومبالغ فيها على الفقراء والمحتاجين والمرضى في الدرب، لدرجة كيتكلف مصاريف عمليات جراحية وأدوية غالية بزاف. الجيران بداو كيتسائلوا، السيد عنده غير كروسة ديال السردين، إلا طار كاع غيصور منها 150 درهم ولا 200 درهم في النهار تعيشو مستور ويدير بها عائلة. ولكن هاد الملايين والصدقات الكبيرة كل شهر منين كيدبر عليها؟ والناس الفضوليين ما بقاش كيجيهم النعاس وحاولوا بشتى الطرق يقلبوا ويسولوا، ولكن حتى واحد ما كان عارف السر ديال العربي ومنين كيطيحوا عليه دوك الفلوس كاملة. السيد ديما خدام بكروسة عادية كيف كاع الناس، ولكن الطروال اللي كان كيصرفها في أعمال الخير ريحتها عطاط. وبما أن بعض البشر فيهم فضول مرضي، شي جيران مشاو ديريكت للأمن وقدموا بلاغ تفصيلي. هاد السيد راه ثابت ومكافح، ولكن على غفلة ولاو عنده الفلوس كتيرة وهو ما عندوش شي مدخول بديل، وحنا خايفين لا يكون هادشي وراه شي امر خطير. السلطات تفاعلت مع هاد البلاغ وبدات كدير الخدمه ديالها في سريه تامه. بقاو مراقبين العربي بلا ما يشعر وشافوه باللي كيدخل لبعض الاقامات والفيلات الراقيه باش يبيع الحوت. ولكن الملاحظه الغريبه هي انه شي مرات كيدخل الفيلات وكيخرج هاز معاه حقائب واكياس مخبيه في الكروسه ديالو ويكمل الطريق ديالو عادي بحال الا ما وقع والو. الامن هنا ما بغاش يتسرع في الاعتقال، حيت ظنوا في الاول بلي ربما شي شبكه استغلوه ووصلوا ليه دماغه. ولكن اللغز غيتحل ملي تزامنات هاد التحركات مع بلاغات وشكايات من اصحاب الفيلات كيأكدوا فيها بلي الممتلكات ديالهم تعرضت للسرقه. هنا الامن ربط ما بين الخيوط وعرف المصدر الحقيقي لدوك الاموال اللي كيمشي يدير بها الخير. تحركات عناصر الامن وتم ايقاف العربي وداوه للتحقيق والمواجهه بالدلائل. والاعترافات اللي قالها كانت صادمه للجميع. قال لهم انا درت ذنوب كثيره في الماضي ديالي وعارف نضرا الناس ليا، الحاجه الوحيده اللي كانت كتهمني هي نكثر من الصدقات باش نمسح الماضي ديالي وربي يغفر ليا. فكرت مع راسي وقلت بلي هاد الناس الاغنياء كيضيعوا اموال طائله في امور تافهه وديكورات ما غتنفعهم بوالو، في الوقت اللي كاينين دراوش كيموتوا وما لقاو باش يشريو حبات الدواء. المدخول ديال الكروسه كان يلاه كافيني لراسي، وباش ندير الخير كان خاصني مبالغ كبيره، ولقيت هاد الطريقه هي الانسب. هاد الاعتراف هو اللي كان السبب باش يدخل العربي للحبس. والعبره هنا الخوت من هاد القصه هي اننا ما خصناش نحكموا على القلوب من المظاهر. كاينين الناس واخا يبانوا قاصحين
او دوزو ماضي خايب كيكون الداخل ديالهم نقي وباغي يديروا الخير واخا بطريقه غلط، وبسبب اختيارات عشوائيه كيكون الداخل ديالهم نقي وباغي يديروا الخير واخا بطريقه غلطه وبسبب اختيارات عشوائيه. تحياتي لكم، وكما العاده الا تبعتي القصه حتى لهنا وعجباتكم ما تنساش تبارطاجيها، والا بغيتو يوصلكم المحتوى ديالي ما تنساوش ديروا شي حركه تفاعل باش الروي يستمر في اظهار الفيديوهات ليكم. وشكرا على المتابعه وعلى التعاليق ديالكم الجميله، وتهلاو حتى القصه الجديده ان شاء الله.